تحياتي خويا عثمان والقناه لسات تيفي، القناه النشيطه رياضيا. بالنسبه للقاء اللي فريق ديالنا وداد الامه غيجري غدا ضد الاهلي المصري، نتمنى ان شاء الله يكون تكون العصبه الثانيه على التوالي. هذا هو المطمح ديالنا كجماهير، المطمح تكون الثانيه على التوالي ان شاء الله، وتكون الرابعه اللي نديروا النجمه الرابعه ان شاء الله. عندنا ثقه في الدراري. شفنا التصريحات ديال معظم اللاعبين، لا العميد جبران لا الداودي، كلهم على يقين وعندهم الثقه الكامله. وحنا الحمد لله راضيين في النيه بانهم غاديين يبلوا القميص في النهار الكبير. كيكونوا كبار ما كيخدموناش في النهار الكبير. وهذا هو المغربي راه في النهار الكبير كتلقاه كيكون معاك بالروح وبالدم. راه كنشوفوا غير خير مثال في النصف النهائي، راه داروا مباراه بطوليه، راه شتي الدمايات كتسيل من سامبو زولا، يعني الدراري داروا مباراه قتاليه. نتمناهم يديروا بحال المباراه هذه، يعني الا داروا بحال المباراه حنا على يقين بانه غيرجعوا لنا ماشي بنتيجه ديال التعادل، يقدروا يجيونا بنتيجه ديال الفوز كاع من قلب القاهره. وراه الدراري ديالنا كامل واعيين بهذه المسؤوليه وغاديين باش يجيبوا نتيجه الفوز. وحنا ان شاء الله الا ما كاع ما تاتاش ديك الفوز اللي حنا لانه المغاربه دابا راه حنا كرويا راه الاول كرويا، كنحكموا كرويا في القاره على الصعيد المنتخبات، على الصعيد الوطني الوداد ولا تاع عربيا افريقيا، راه الوداد راه هي بطله. حنا لاعبين غنلعبوا وحنا لابسين الثوب ديال البطل وغادي نبغيو نحافظوا ان شاء الله، والدراري غاديين يحافظوا على الثوب ديال البطل. هادشي اللي كان الهديه المتمنيات ديال كاع الوداديين وكاع المغاربه اللي كيتعاطفوا مع هذا الشعار هذا ومع الفريق هذا، لانه فريق مخلوق الالقاب والبطولات وداد الامه. هذا الشيء راه ماشي شفنا غير في زولا وفرحان، ماشي في زولا وصامبو عفوا. هذا الشيء راه شفنا في كاع الاجانب اللي كيجيو الوداد، الحمد لله اجانب اللي كيجيو كيموتوا على الفرق. فابريس اونداما، شفنا كاع اللعابه اللي هما غوسو، اللاعبين اللي كيجيو الاجانب افارقه الحمد لله كلهم كيموتوا على الفريق. هاد اللعابه هذوك شفناهم لا زولا لا صامبو وكانهم ابناء الفريق وكانهم ترعروا الفريق. هذا الشيء غيخلي الدراري ديالنا المغاربه والدراري ولاد الفريق غادي يديروا اكثر، يخليهم باش يقولوا علاش هادو اجانب وكيتقاتلوا كيموتوا على الفريق، كيف لو حنا يعني هذا الشيء غادي نشوفوا ان شاء الله. غيبان لنا وغيبان لنا حسوني اخر غدا ان شاء الله، اللي غادي نشوفوا مناسبه غدا رسمي، بحكم انه اللاعب اللي حنا كجماهير كنا كنتمناو يكون حاضر حيمود، بحكم الاداء اللي قدم، اداء الرائع، الاداء جيد في مباراه ديالنا ضد سان داونز. مع الاسف الشديد حيمود غيكون غائب، ونتمنوا الشفاء العاجل، بحكم انه دار عمليه جراحيه على الدوده الزائده. هذا هو الخبر اللي كان كالصاعقه، ولكن الحمد لله عندنا الثقه الكبيره في اللاعب المجرب، اللاعب الحسوني ايمن، اللاعب اللي كان كيمر بواحد فترات فراغ، ولكن الحمد لله غدا غادي نشوفوا حسوني اخر، حسوني اللي غيقول اللي الاسم ديالو راه عند الاهلاويين وعند المصريين راه اسم كبير، وماشي حسوني لا مترجي لا جبران لا يعني اللاعبين عطيت الله كلهم راه الاهلاويين خايفين من هذه الاسماء هذه. يعني حسوني هو دابا شاف الاصداء اللي وصلت تمايا، شاف الاصداء مع الجماهير المصريه اللي هي كتكون كل حب والتقدير للوداد، وخاصه الجماهير الزمالكاوي اللي بالمناسبه نقول لهم شكرا لكم على الدعم ديالكم اللي هما بالقلوب ديالهم جوارح ديالهم راهم معنا. هذا اللي نقدر نقولوا، حنا راه من الاول والاخير عندنا ثقه في الدراري اللي غادي يجيبوا لنا ان شاء الله نتيجه ايجابيه. وهو زفير فاندر بروك راه فات له هزم الاهلي في مصر ملي كان مع فريق سيمبا، هو مدرب اللي بان على انه مدرب كبير، ماشي دابا كنجاملوه لانه دابا مدرب ديالنا، مدرب اللي جا وفتره وجيزه سنا واحد التغير كبير، تغير ملموس وتغير كبير في الفريق، لانه كنقولها وكنعاودها وكان باقي كاري دوره ما غاديش نكونوا في هذا النهائي. انا قلتها وعاودتها، وكان فاندر بروك ما غاديش يكونوا في النهائي. زفير فاندر بروك خلق واحد التغيير كما قلنا كبير بمساعده ديال الامير بن هاشم اللي هو حتى هو اطار كبير، واللي هو مدرب مساعد، لانه نقدروا نقولوا بان الوداد عندها واحد الجزهر كبير اللي عندها دابا جوج مدربين في دوكا تحتيات، كاين واحد التفاهم مع بعضياتهم. زفير فان دي بروك جاب معد بدني، شاف اللياقه البدنيه ديال اللاعبين طايحه، حاول يجيب معد بدني اللي حتى هذا المعد بدني بان بانه راه معد كبير بمستوى عالي. شفنا واحد التغير في
في اللياقه البدنيه ديال معظم اللاعبين، وخاصه الحسوني اللي غاديين يشوفوا. راني عندي اراء كبير، اللي عندي سمعت كلام كبير على الحسوني انه راه معنويات مرتفعه، لياقه بدنيه كبيره، يعني المدرب كيدير معهم حصص كبيره وحصص اللي تقدر تساعدهم على يجريو مباراه ديك 90 دقيقه وما اكثر، ماشي 90 دقيقه، لان كنا كنشوفوا الفريق ديالنا بدنيا كانوا ما كيكملوش 90 دقيقه. دابا عندنا الدراري ديالنا مع هذا المدرب هذا يقدروا يعطوك 120 واكثر، ولهذا حنا كنقولوا المدرب شكرا المدرب فان دير بروك اللي دابا نتمناوه يحقق هذا الانجاز هذا، ولا لا لا لقب العصمه ان شاء الله، ولا البطوله اللي وفرنا احنا في النص الرتبه الثانيه، ولا الكاس عرش ان شاء الله، ونتمنوا يزيد معنا ان شاء الله اللي سنه الله تكون الثانيه، العصبه الثانيه على التوالي، والرابعه ان شاء الله اللي نزيد واحد النجمه هنا، ان شاء الله. عندنا الثقه الكامله في الدراري ان شاء الله، اللي ما غيخذلوناش في المباريات الكبيره وفي النهار الكبير. كيقولوا لنا حنا معاك، حنا دايرين فيهم النيه، حنا دايرين فيهم الثقه، حنا كعائله عارفين الدراري شنو كيسواو، عارفين الموهبه اللي عند واحد نقولها بحال ما هكذا. عندنا اجود اللاعبين، حارس مرمى من الطراز الرفيع ان شاء الله، نتمناو يبقى على هذا النهج وعلى هذه الخطى وعلى هذه الطريقه باش كيحرص، نتمناو يبقى غادي نشوفوا ان شاء الله كيف ما الحارس الكبير ديالنا الموهوب، الحارس الرائع، الحارس العملاق العالمي يا سي بونو، نتمناو غادي ان شاء الله باش يكون ان شاء الله بونو الثاني مطيع ما شاء الله. شفنا الشبكه غلادياتور، الحمد لله. كما كنقولوا الدفاع عندنا دراري زوينين، عملوا الظهير ايمن ما شاء الله، في النهار الكبير كنلقاو زولا وكذاك محارب مقاتل، صداع الراس شفنا يلعمك هو باقي فيها عرق، هذا هو يقول لك انا بقى معاك انا واخا بقى فيها عرق. هذا برافو عليه خونا زولا ابو الفتح، تحياتي لك. ثنائيه ما شاء الله ديال زولا ابو الفتح، فرحان وكذلك دفاع ما شاء الله، نتمنوا يبقى غادي. عندنا الحمد لله عندنا احسن دفاع، زيدوا عطيه الله اللي لاعب ديال المنتخب، لاعب اللي طاير ايسر اللي كلشي كيحماق عليه، وخير مثال راه دابا هما الاهلي راه لايحين عليهم عيني، راه الاهلي راه باغيين ينقبوا لنا عطيه الله، ولكن نتمنوا حنا عطيه الله يستمر معنا ويزيد معنا. ولكن النصير راهو دابا راه التحق بالفريق القاهره، راه غادي يشوف كل صغيره وكبيره، غيوقف على الفريق ديالنا ان شاء الله، يتكلم مع الدراري، غيحفز الدراري، يعني الدراري راه معنوياتهم كبيره ومعنوياتهم راه مرتفعه. هادشي اللي غنقول انا، وصلوني اصداء انه معنويات مرتفعه كلهم، لا اللي غيلعبوا لا اللي ما غيلعبوش. المهم في التدريب كاين الحمد لله الروح المرحه، كاين الضحك، كاين النشاط، كاين العمل، كاين الجد، كل شيء كاين الحمد لله. ولكن هذا الشيء راه تاتى ورجع مع العوده ديال مع العوده ديال هذا المدرب هذا، مع التعاقد مع هذا المدرب فان دير بروك اللي ما شاء الله مدرب اللي خلق واحد التنافسيه، خلق واحد الجو اخر.